ازيكم اجمل اصدقاء؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة خطيرة، وهي الحمام الكذاب. وطبعا بنعملها مش بالحمام، بنعملها بالاوراق بتاعة الفراخ. طالعة جميلة جدا وطعمها خطير، وعايزة اقول لكم ان هي كمان احلى من اللحمة. وكمان هنعملها مشوية، مش هنعملها مسلوقة. المسلوق بيخليها تفتح وبيطلع منها الرز. احنا النهاردة هنشويها، مفيش ولا رزاية هتطلع منها، والشكل جميل بقى طبعا وخطير. مش محتاج بقى ان احنا نحمرها، لان المشوي بتحمر لوحدها. هنجهز عندي هنا الخلطة بتاعة الحشو. معلقة من السمنة، بصلاية متوسطة هحمرها لغاية ما تدي لون اصفر كده. هبتدي احط عندي كبد وقوانص حوالي بتوع فرختين، يعني حوالي مثلا ربع كيلو من الكبد وقوانص. ملح وفلفل بقى، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ لو حابين. وبعدين هخليها تصفر كده شوية. بعد كده هضيف حوالي كوباية ونص من الرز. بعد ما اشوحها شوية كده لمدة 5 دقايق تدي اللون البني كده شوية، هبتدي احط بقى عندي المية واسيب الرز يستوي. هجهز عندي بقى الفراخ، كنت مجهزاها من بالليل وحط لها عصير بصل وملح وفلفل. بعد كده بجهز بقى المستردة، معلقة من المستردة، معلقة من الكاتشب، معلقة من صوص الباربيكيو، وممكن نحط معلقة من الزبدة او الزيت. نحط كمان معلقتين من الخل وملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر. دي الاوراق اللي انا قلت لكم ان انا نقعتها. طبعا ممكن نجيبها مخليه كده من عند بتاع الفراخ، او احنا نخليها. بعد كده بقى ببتدي افرد عندي هنا الورك، وببتدي احط مثلا حوالي معلقتين او 3 حسب حجم الورك. هجيب الخلة بتاعة السنان وابتدي اقفلها ب2 او 3، بحيث ان عندي هنا ما تخرجش ما يقدر، يعني ما تفتحش والرز يخرج منها. وهبتدي احطها في صينية. هعمل معاكم واحد تاني. هجهز الصينية برضو افرشها بالبصل كده، بس انا حابة بس ان انا اوريكم بتتعمل ازاي. ببتدي كده اقفلها كويس برضو عشان الرز ما يخرجش منها بالشكل ده. اجيب بقى صينية عندي وبفرشها ببصل ترانشات، وبعد كده بحط بقى برص فيها الحمام الكذاب. انا عملت هنا حوالي 8 اوراق من الحمام. الخلطة اللي احنا جهزناها بنبتدي بقى ندهن بيها الاوراق. عندي هنا بقى معلقة كبيرة من الزبدة سيحتها، وبديها برضو وش كده بالفرشة. وممكن كمان نضيف معلقة من العسل، بس انا في الفيديو ده نسيت اضيفها. معلقة العسل برضو بتدي لون حلو، بتخلي الفراخ طعمها برضو حلو. بحطها في الفرن لمدة ساعة او ساعة ونص. على فكرة ما خدتش وقت خالص، واستوت بقت جميلة جدا. وكمان بتطلع المعصق بتاعها او العصير اللي بيطلع منها، بتطلع طعمه جميل جدا. ممكن نستفاد بيه في اكلات تانية. عايزة اوريكم بقى شكلها جميل ازاي، خطيرة بجد. والطعم بقى روعة. تنفع بقى في العزومات، تنفع في الاعياد. عايزه اقول لكم ان طعمها كمان احلى من الحمام. الحمام بيبقى ساعات فيه عظم كده، وساعات الولاد ما بيحبوش الحاجات الجديده دي. ده جميل جدا. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير، ويا ريت تشرفوني على صفحه كوكينج ويز هايدي. باي باي.